السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي. هنكمل الدرس الثالث في الوحدة الثانية وهنتكلم عن الدولة المملوكية. طب مين هم أصلا المماليك؟ قالك هم الغلمان الذين كانوا يتم شرائهم وتدريبهم قالك على فنون الحرب والقتال. ليه؟ قالك عشان يستخدموهم كفرق عسكرية في الجيش. طب مين اللي جاب المماليك؟ هنقول له صالح نجم الدين أيوب، أحد سلاطين الدولة الأيوبية. طب إيه هو دور المماليك؟ قال لك شاركوا فيما بعد في حروب الدولة الأيوبية ضد الصليبيين. طب إيه اللي حصل بعد وفاة الصالح نجم الدين أيوب؟ قام المماليك بالتخلص من طوران شاه. مين هو طوران شاه؟ آخر سلاطين الدولة الأيوبية. طب إيه النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال لك تولت الحكم شجر الدر زوجة الصالح نجم الدين أيوب. طب كيف قامت دولة المماليك؟ عندما تزوجت شجر الدر من عز الدين أيبك المملوكي، تنازلت له عن عرش مصر، وبذلك بدأ حكم المماليك. طيب مدة حكم دولة المماليك؟ قال لك قرنين ونصف من الزمان. طيب كيف وسع المماليك حكمهم؟ قال لك وسع المماليك حدود دولتهم بعد حكمهم لمصر حتى وصلوا إلى بلاد الشام وبلاد النوبة وبلاد الحجاز وبرقة. طب تعال نشوف ونركز أشهر سلاطين الدولة المملوكية. قال لك رقم واحد عز الدين أيبك، اتنين قال لك المنصور علي، تلاتة سيف الدين قطز، أربعة الظاهر بيبرس. طب أول واحد عز الدين أيبك، قال لك تزوج من شجر الدر وتنازلت له عن الحكم. طب المنصور علي هو ابن عز الدين أيبك، تولى الحكم بعد مقتل أبيه، ولكن إيه اللي حصل؟ قال لك كان صغير السن، لا يقدر على إدارة شؤون الدولة. فما النتيجة المترتبة على ذلك؟ أدى إلى تعيين سيف الدين قطز مربيا له ونائبا للسلطنة. طب في تلك الأثناء قال لك كان الخطر المغولي قد زحف على العالم الإسلامي، وقد أرسل المغول رسالة باسم سلطان مصر يهددونهم بتدميرهم بلادهم إن لم يستسلموا. يبقى هنا هيقول لي مثلا بما تفسر ليه المغول أرسلوا رسالة باسم سلطان مصر؟ هنقول له عشان كانوا بيهددوهم بتدمير بلادهم لو ما كانوش استسلموا. طب سيف الدين قطز موقفه كان إيه؟ قال لك اضطر قطز أن يخلع السلطان المنصور علي من الحكم ويعلن نفسه سلطانا على البلاد عند وصول رسل المغول إلى مصر. طب تعال نشوف بقى مين هم أصلا المغول. قال لك المغول قبائل متفرقة متنازعة عاشت في وسط آسيا اللي هي منطقة منغوليا على قال لك الرعي والصيد، وتوحدت على يد مين؟ هنقول له جنكيز خان، وكانوا يجيدون فنون الحرب والقتال. طيب زحف المغول بقى على العالم الإسلامي، عملوا إيه؟ قال لك قاموا بواحد تدمير كل الدول الإسلامية التي دخلوها، زي فارس اللي هي إيران، زي قال لك العراق، زي بلاد الشام. رقم اتنين قال لك إسقاط الخلافة العباسية والاستيلاء على عاصمتها مدينة بغداد. وهنا بيعرفنا وحشية المغول. عندما دخل المغول بغداد هدموا المساجد وجردوا القصور الجميلة من التحف النادرة، وأحرقوا مكتبة بغداد، وألقوا بالكتب في نهر دجلة وجعلوها جسورا لخيولهم، فتحولت مياه النهر الصافي قالك إلى اللون الأسود. كما إنهم قتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله، وإيه كمان وأبنيه، كما قتلوا كثيرا قالك من العلماء وأئمة المساجد والأهالي، وانتشر الوباء فمات عدد كبير ممن نجوا من بطش المغول بس بسبب المرض. طب تعالوا نركز ونشوف الخطر المغولي بقى على مين. قالك على مصر. قالك بما تفسر بعد سقوط بلاد الشام في يد المغول بدأوا يفكرون في الدخول لمصر. ليه المغول بقى عايزين يجوا يسيطروا على مصر؟ قالك رقم واحد لأن مصر كانت القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي، والتي تهدد أمن المغول، حيث أنها كانت مقرا لكل المسلمين الهاربين من مين؟ من المغول. رقم اتنين قال لك موقعها الاستراتيجي المتميز. اشمعنى؟ قال لك لأنها تقع في قلب العالم القديم. رقم اتنين تتحكم كمان في طرق التجارة العالمية. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر تتمتع مصر موقعها الاستراتيجي المتميز، ليه؟ هنقول له واحد لأنها تقع في قلب العالم القديم، اتنين بتتحكم في طرق التجارة العالمية. رقم ثلاثة كان احتلال مصر يعتبر بوابة لسيطرة المغول على شمال إفريقيا، بس قال لك لا، والسيطرة على العالم كله.
طب تعال نشوف بقى دور سيف الدين قطز ومواجهة خطر المغول. قال لك رقم واحد، سيف الدين قطز رفض تسليم البلاد للمغول، وأعلن قال لك الجهاد ضدهم، واتخذ لذلك عدة إجراءات دفاعية. اشمعنى؟ قال لك لحماية مصر والعالم الإسلامي. طب تعال نشوف الإجراءات اللي سيف الدين قطز خدها. قال لك رقم واحد، عزل المنصور علي. طب ليه؟ قال لك لصغر سنه، عدم قدرته على قال لك ترتيب الأوضاع التي تحتاج إلى إيه؟ قال لك حزم ووحدة وقيادة قادرة على محاربة المغول. طب رقم اتنين، قال لك العفو عن المماليك الهاربين. طب رقم تلاتة، قال لك التحالف مع بعض أمراء الشام وتوحيد القوتين. طب بما تفسر؟ قال لك ليكون الجيش أقوى في مواجهة أعدائه. رقم أربعة، عقد اجتماع مع أمراء المماليك وعلماء الدين الإسلامي. طب ليه؟ قال لك لرفع الروح المعنوية لمواجهة المغول. خمسة، قال لك جمع الأموال من كل طوائف الشعب. اشمعنى؟ قال لك لتجهيز الجيش، وقد التحق بالجيش عدد كبير من المصريين. طب ستة، قال لك توفير الأمن والسلامة والاستقرار للشعب، وتهيئة سبل العيش الكريم، وتنظيم الأمور الإدارية. يبقى إذا سيف الدين قطز عمل مجموعة من الإجراءات، زي عزل المنصور علي. اتنين، عفى عن المماليك الهاربين. تلاتة، قال لك تحالف مع أمراء الشام. أربعة، عقد اجتماع مع أمراء المماليك وعلماء الدين الإسلامي. خمسة، جمع الأموال من كل طوائف الشعب. ستة، توفير الأمن والسلام. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ قال لك بعد أن وحد قطز الجبهة الإسلامية وجهز الجيش، خرج على رأس جيشه متجها نحو فلسطين، وقد التقى بجيش المغول في منطقة عين جالوت. طب تعال نشوف بقى معركة عين جالوت ايه اللي حصل فيها. أول حاجة كانت ما بين قال لك المسلمون والمغول. المسلمون كان بقيادة مين؟ سيف الدين قطز. أما المغول كانت بقيادة كتبغة. طب المكان هنقول له منطقة عين جالوت. الأسباب، رفض قطز تسليم مصر للمغول. طب الأحداث، قال لك دارت معركة شديدة بين جيش المسلمين والمغول، وكانت المعركة في بدايتها لصالح مين؟ المغول. طب ايه اللي حصل؟ قام السلطان قطز بخلع خسته وألقاها على الأرض، وصرخ بأعلى صوته وإسلاما، وقاد الهجوم بنفسه على المغول. فايه اللي حصل؟ ايه النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال لك دبت الحماسة في نفوس الجنود المسلمين، وانقضوا على المغول، وأخذوا يقاتلون ببسالة يعني شجاعة، وأنزلوا بالمغول خسائر فادحة. طب إيه النتيجة المترتبة على معركة عين جالوت؟ هنقول له رقم واحد، قتل قائد المغول كتبغة، وقتل معظم جنوده، واضطر الباقون للفرار. اتنين، قال لك حماية مصر بس، قال لك لا، والعالم الإسلامي من خطر المغول. تلاتة، قال لك توحدت مصر والشام تحت حكم المماليك. أربعة، أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. وهنا في مواقف مضيئة في حياة قطز. قال لك في معركة عين جالوت قتل جواد قطز الحصان بتاعه، ولم يجد أحد في الساحة يمنحه جوادا، فبقى واقفا على الأرض ثابتا، والقتال على أشده في المعركة. فلما رآه أحد الأمراء نزل من على فرسه، وحلف على السلطان قطز ليركبها، فامتنع، وقال لذلك الأمير: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. وفاة قطز. قال لك بعد أن حقق سيف الدين قطز النصر العظيم على المغول، قتل أثناء عودته من عين جالوت ليتولى من بعده عرش مصر هو الظاهر بيبرس. يبقى لما يجي يقول لي ما النتيجة المترتبة على وفاة سيف الدين قطز، أقول له تولى الظاهر بيبرس. طبعا حكم مين؟ هقول له حكم مصر. طب مين هو بقى أصلا الظاهر بيبرس؟ قال لك الظاهر بيبرس هو قائد جيش سيف الدين قطز. اتنين، تولى حكم مصر بعد مقتل السلطان قطز. طب ايه اهم اعمال الظاهر بيبرس؟ قال لك رقم واحد، اعاد احياء الخلافة العباسية في القاهرة. ليه؟ قال لك عشان يثبت يوطد حكمه على عرش مصر، واصبحت دولة المماليك تابعة للخلافة العباسية. طب رقم اتنين، قال لك شيد مسجده المعروف باسمه والمدرسة الظاهرية بالقاهرة. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك ضعف وسقوط الدولة المملوكية. قال لك
توالى سلاطين المماليك على عرش مصر إلى أن إيه اللي حصل؟ قالك اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح وهو الدوران حول قارة أفريقيا. طب إيه النتيجة المترتبة على اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح؟ قالك رقم واحد، تحول طريق التجارة من مصر إلى قالك الدوران حول أفريقيا. اتنين، قالك ضعف دولة المماليك وتدهور أحوالها الاقتصادية. طب إيه النتيجة المترتبة على ضعف دولة المماليك اقتصاديا وتحول طريق التجارة إلى الدوران حول أفريقيا؟ قال لك ساعد ذلك في هزيمة دولة المماليك في مصر والشام أمام الدولة العثمانية وانتهاء دولة المماليك. طيب تعال نشوف مظاهر الحضارة في مصر في عصر الدولة المملوكية. رقم واحد، الجيش والأسطول. اتنين، قال لك النهضة الاقتصادية. تلاتة، النهضة العمرانية والعلمية. لازم نعرف ان مصر في عصر دولة المماليك تمتعت بمكانة متميزة في العديد من المجالات، زي رقم واحد الجيش والأسطول، حيث اهتم المماليك ببناء جيش منظم اعتمد على قالك الفروسية، وكذلك بناء أسطول بحري قوي. طب تعال نشوف في الزراعة. قالك اهتم المماليك بالزراعة. ايه الدليل على كده؟ قالك رقم واحد حفروا الترع، أقاموا الجسور، تنوعت في عهدهم قالك المحاصيل. قال لك اهتم المماليك ايضا بالثروه الحيوانيه. طب ايه الدليل؟ عملوا على تحسين السلالات. اتنين، جلب الانواع الممتازه لتربيتها. طب في مجال الصناعه، قال لك ازدهرت الصناعه في العصر المملوكي. طب ايه الدليل؟ رقم واحد، ازداد الطلب على الصناعه المملوكيه وخاصه الصناعات الحرفيه. اتنين، اهتموا بالصناعات قال لك العسكريه. تلاتة، كانت مصر من اشهر قال لك المراكز الصناعيه في العالم الإسلامي. طب بالنسبة في مجال التجارة، كانت مجالا رئيسيا للنشاط الاقتصادي المصري في عصر دولة المماليك. طب إيه الدليل؟ قال لك حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في ثراء دولة المماليك، إلى أن تحولت التجارة بين الشرق والغرب في نهاية القرن الكام قال لك ال15 إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر. والكلام ده حصل بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، ودي كانت بتمثل النهضة الاقتصادية. طب تعالوا نشوف بقى النهضة العمرانية والعلمية. قال لك العمارة والفنون. هيجي يقول لك دلل تميز عصر المماليك بازدهار العمارة، حيث ترك المماليك تراث معماري كبير من ايه؟ قال لك المدارس والقصور والبيمارستانات يعني المستشفيات والخانات والمساجد مثل مسجد السلطان حسن. وهنا الصورة بتوضح مسجد السلطان حسن. اشتهر أيضا العصر المملوكي بفن إيه؟ قال لك النحت، الحفر على الخشب، تطعيم التحف الخشبية. يعني إيه تطعيمها؟ يعني بيضيفوا عليها أشكال جميلة. طب تعال نشوف العلوم. قال لك ازدهرت العلوم المختلفة في عصر دولة المماليك، حيث كانت القاهرة دون نزاع أكثر العواصم الإسلامية ازدهارا بالبحث والدراسة، وحملت وحدها مشعل قال لك الثقافة العربية الإسلامية، خاصة بعد سقوط بغداد في أيدي مين؟ قال لك المغول. اتنين، استقبلت مصر العلماء والطلاب من كل مكان. ليه؟ قال لك ليدرسوا في مراكز العلم. تلاتة، استعاد الجامع الأزهر الشريف دوره العلمي والديني. الكلام ده حصل إمتى؟ بعد أن جدده وأعاد افتتاحه السلطان الظاهر بيبرس. وهنا في معلومة إسرائيلية. قال لك وصف ابن خلدون مظاهر الحضارة المصرية في العهد المملوكي وصفا رائعا حين وفد للقاهرة، فقال: ونحن لهذا العهد، ويعني عصر المماليك، نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر، ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر، فهي أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.